ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد على هبة شانل، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض روتين غدا كده حلو جميل. عملت عرق اللحمة ورز بسمتي بطريقة جديدة كده ومختلفة مع صوص حلو قوي كده للحمة. طعمه يجنن بجد فعلا، واللحمة عرق اللحمة مفيش خلاف عليه، كلنا بنحبه. الوصفة دي اعمليها في رمضان وجهزيها، حلوة قوي قوي. اول حاجة انا جبت الصينية حطيت فيها سمنة على زيت، وبعد كده حطيت عرق اللحمة وغطيت على طول عشان الطرطشة اللي بتحصل دي ما تبهدلش الدنيا. احنا كده هننضف البوتاجاز بعدها لان بيحصل شوية طرطشة، بس يعني عشان ما يبقاش كتير عليا قوي. وكل شوية ارفع والف الناحية التانية. اهو كده احمر الوش ده، هقلبه على الوش التاني لحد ما احمره من الاربع نواحي. العرق ده بتجيبيه من عند الجزار متربط بخيط كده، بتخليه هو اللي يربطهولك، او انا جبته مش مربوط الحقيقة، فعملته كده عادي. وبعد كده حطيت كوباية مية كده تستوي فيها، وشلت الفويل بس هغير الفويل عشان كانت اتقطعت مني، فانا عايزة الفويل يبقى محكم قوي كده، فقلت هغير الفويل يعني. الطريقة دي بجد حلوة قوي قوي، واساسية كده في العزومات، او ليكي في البيت يعني اعملي عرق اللحمة ده جنبيه شوية رز كده بالصوص. هيبقى حلو قوي. مش هتحتاجي حاجة جنبها بقى غير طبق سلطة وخلاص على كده. بعد كده رفعت الغطا وحطيت بصل وورق لورا وحبهان وفلفل اسود. الملح حطيته بعدين علشان قلت ما يأخرليش سوى اللحم، لان انتوا عارفين اللحمة بتاخد وقت شوية، فقلت الملح هيأخر سواها اكتر يعني، فحطيته بعدين لما بقت 3/4 سوا كده. وبعد كده دلوقتي هبدأ اعمل الرز، نقلته على العين التانية وهبدأ اعمل الرز. ونضفنا بقى الطرطشة اللي حصلت في الاول دي عشان نعمل الرز كده على رواقة. حطيت حبة سمنة على حبة زيت، وبعد كده الرز البسمتي ده مغسول، مش منقوع ولا اي حاجة. هو بس كان لازق في المصفى مش عارفة ليه، فكنت بنزله كله كده. المقدار ده كوبايتين رز، هنحط عليهم بقى جزرتين، او جزرتين وسط كده او واحدة كبيرة، يعني الكمية دي كده حوالي نص كوباية يعني. الجزر ده انا بشربه المبشرة، او ممكن تعمليه على الكبة ناعم قوي، اللي يريحك يعني. بس انا عملته على المبشرة، يعني ساعات بعمله كده وساعات بعمله كده، بس انا قلت اعمله على المبشرة على طول كده مش هياخد حاجة. وهشوحه كده التشويحة العادية، كأني بعمل رز عادي خالص. بيدي الجزر بقى بيعمل ايه، بيدي لون حلو قوي من غير بقى الكاري او كركم او اي حاجة. التوابل دي طبعا بتدي طعم حلو، بس الجزر بيدي طعم حلو بس في حتة تانية يعني، مختلف. وزودته مية مغلية وحسيت ان ده اخف، معرفش ليه. يعني الكاري والكركم مش تقال، بس حسيت ده ان هو خفيف كده، مفهوش بهارات كتير ومفهوش توابل كتير، هو ملح وفلفل اسود وخلاص على كده. والجزر ادى طعم حلو كده مسكر شوية، حلو كده. طعم الجزر حلو قوي مع الرز البسمتي، بجد لو جربتوا الرز ده هيبقى هو خلاص هو ده الرز الاساسي بتاعكم. لقيتهم بس محتاجين حبة مية تاني، فحطيتهم وهغطيها بقى وانقلها على العين التانية عشان نعمل هنا الصوص. يغلي كده كويس وحلو معايا، وبعد كده هوطي عليه. هنعمل هنا الصوص. حطيت معلقة سمنة حلوة كده، وهحط عليها معلقتين دقيق، معلقتين كبار. المعيار ده يعني زي معلقة، بس معلقة مليانة قوي، يعني حوالي معلقتين كبار كده. وهقلبهم بقى لحد ما لون الدقيق ده يختفي خالص، ويتقلب كده شوية معايا، يبقى بيغلي كده.
هابص بقى على اللحمة اشوفها استوت والّا ايه، بنختبرها بالسكينة كده، بنشوفها استوت والّا ايه، أنا كنت بس بانزّل فلفل أسود عشان حسيت إن هو على الوش بس. سخنة طبعًا، بس يعني كنت عايزة أدخّل السكينة من الناحيتين عشان أتأكد إن هي خلاص مستوية. هي كده خلاص أنا طفيت عليها، هاحطها في الطبق كده عقبال ما إيه تبرد كده خالص، وبعد كده عشان أعرف أقطّعها. ده الصوص اللي تحتها، الصوص ده طعمه حلو أوي، حطيته على الدقيق والسمنة اللي إحنا كنا قلّبناهم مع بعض، هنزوّدهم بالصوص ده، كأنِك بتعملي white sauce بس بدل ما تزوّدي لبن وكريمة وكده زوّدي الصوص ده، حلو أوي ومش دسم على فكرة جامد، يعني حلو معقول، هو مش خفيف بس برضه مش دسم أوي، لإن العرق ده أصلًا مش بيبقى دسم أوي يعني. هاقلّب كده كويس كلّه، ولقيتها تخنت معايا فحطيت لها مَيّة، هنضبط بقى القوام بتاعها بس إيدي فيها كده على طول عشان ما تتلسعش من تحت. أهو بدأت تتقل معايا كده، وما نحطش بقى ولا ملح ولا فلفل عشان إحنا إيه المَيّة اللي حطيناها اللي هي الصوص اللي كان تحت اللحمة فيه ملح وفلفل وفيه كل حاجة، فإحنا ندوق الأول كده وبعد كده نحط الملح بتاعنا عشان ما يملحش مننا أوي. دلوقتي بقى اللحمة بردت شوية، ما بردتش أوي الحقيقة، بس هي بردت إن أنا أقدر أمسكها وأقطّعها، طبعًا إحنا لو عاملينها بخيط دبارة هتبقى سهلة معانا في التقطيع أكتر، وهنعرف نقطّعها حتت رفيّعة، أنا قطّعتها حتت تخينة شوية لإن هي مش معمولة بخيط، فما عرفتش بصراحة إن أنا أقطّعها أرفع من كده. بس هي كانت معقولة حلوة، بس هي كانت تخينة شوية عن اللي بتبقى بالدبارة، بس هو ده الفرق بقى، اللي بالدبارة هنعرف نتحكم إن إحنا نقطّعها أرفع، ده بس الفرق اللي فرق معايا، بس هي حلوة ونفس كل حاجة، نفس السِوَى ونفس الطعم، وده الصوص الجميل اللي إحنا عملناه، شايفين لونه حلو إزاي والقوام بتاعه حلو إزاي، نضبّط قوامه بحيث إنه يبقى قوامه كده طعمه حلو أصلًا يتاكل حاف، طعمه تحفة أوي. والطبق ده أعتقد ما فيش خلاف عليه كلنا بنحبه أوي، ده شكل الرز بعد ما عملته خلاص وغرفته، هاوريه لكم من قريب أهو، ده اللحمة كده بالصوص، وده الرز لونه أصفر أهو جميل من غير إضافات ولا كاري ولا كركم ولا أي حاجة، وده الصوص. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بطريقة اللحمة أو الرز أو الصوص بتاع اللحمة، وإن شاء الله تجربوها وقولولي رأيكم، مستنية رأيكم في الكومنتات، بألف هنا وشفا، باي باي.